في واقعة أقدمت فيها فتاة على إنهاء حياة صديقتها بعد تسديد طعنة لها باستخدام سلاح أبيض سكين في منطقة طنطا بمحافظة الغربية على أثر خلاف بينهم، ثم قامت بتقطيعها وإلقاء جثتها في الترعة. لذلك كشف محمد ضحية أن البداية كانت بتصاعد رائحة كريهة من داخل شقة سكنية موجودة في عقار بمنطقة طنطا بمحافظة الغربية. استاء منها الأهالي وظلوا يتتبعوها حتى علموا مصدرها، فكانت شقة سكنية مستأجرة في المنطقة. وأضاف المحامي أن الأهالي أبلغوا مالك الشقة بخروج رائحة كريهة من داخل شقته، فأخبر مالك الشقة المتهمة بخروج رائحة كريهة من الشقة، وذلك بعد تحلل جثة الضحية لمرور 3 أيام على الجريمة، وطلبها بالتصرف في مصدر هذه الرائحة. لذلك قامت الفتاة المتهمة بنقل جثة صديقتها الضحية التي تدعى فرح وقطعتها إلى أجزاء، ثم تخلصت منها بإلقائها في أحد الترع قبل أن يعثر عليها أحد الأشخاص ويبلغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية. ومن هنا وعلى الفور حضرت قوة أمنية وعثروا على الجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة ونقلها إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت بدورها التحقيقات في الحادث. وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة فتاة صديقتها، وبتكميل الإجراءات ألقت الشرطة القبض عليها، وأقرت أنها ارتكبت الجريمة بسبب خلاف بينها وبين صديقتها للارتباط بأحد الأشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. هكذا أنهت فتاة حياة صديقتها غدرا طعنا بالسكين بسبب الارتباط بأحد الأشخاص. انتظروني في حلقة قادمة وإلى لقاء آخر إن شاء الله.